السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر مستجدات الحرب اليهود والنصارى على إيران المسلمة. بصوا يا جماعة، في مفاوضات طبعا ماشية فيها مصر وتركيا وباكستان. المفاوضات ديت لا توحي بالخير. ليه؟ لأن ترامب متعجرف الحقير. الراجل ده ما عندوش أخلاق وكذاب يا جماعة، كذاب جدا، وعمال يكذب على دول العالم لأن هو غرز ومش عارف يخرج. وإيران صامدة صمود الشامخين قدام اليهود والنصارى، وهو مش عارف يعمل ايه، فعمال يكذب في وكالات الأنباء ويقول لهم أنا أسحقت إيران، أنا دمرت منظومة الصواريخ الإيرانية، أنا دمرت البرنامج النووي لإيران. وفي نفس الوقت مقدم عريضة عبارة عن 15 بند من ضمن البنود اللي هو حاططها في المفاوضات إن إيران تترك البرنامج النووي. طب انت منين انت دمرت البرنامج النووي، ومنين بتطلب من ضمن البنود ال15 ان ايران تنسى ان هي تعمل نووي؟ ومن ضمن البنود ايضا ان ايران تسيب او تفتح مضيق هرمز وتسيبه تحت قيادة سيادته، تحت قيادة الولايات المتحدة الامريكية. مش بس كده، ده عايز ياخد النفط بتاع ايران، وهو اللي يحدد هيطلعه مين ويديه لمين. وكمان عايز من إيران اللي هي تقضي على أذرعها في المنطقة، من حزب الله للحوثيين لحماس لغيره. يعني من الآخر هو بيطلب من إيران إن هي تستسلم، وإيران ما هيش في وضع إن هي مهزومة عشان تستسلم، بالعكس، ده إيران تعتبر هي المنتصر. كون اللي إيران لحد دلوقتي صامدة قدام العدوان الصهيوني ده، تعتبر أكبر قوتين نوويتين في العالم، إيران تعتبر منتصرة. النهاردة استوقفني الموقف التركي، موقف عظيم من رجب أردوغان، أول رئيس دولة أو أول مسؤول عن دولة مسلمة يقول موقفه صراحة. هو من الآخر قال لهم يا جماعة بصوا، إحنا مسلمين كلنا، مفيش فرق ما بين سنة وبين شيعة دلوقتي. في ظروف الحرب دي محدش يكلمني طائفيا نهائي، إحنا كلنا واحد تحت أمة واحدة، تحت دين واحد، ديننا دين واحد وهو الدين الإسلامي. الراجل جابها صريحة، ومحدش ينجرف في تأجيج الطائفية دلوقتي نهائي، إن الوقت ده وقت حروب دينية، الدين الإسلامي بيتحارب. راجل فهم اللعبة، أردوغان فهم اللعبة. يا ريت الدول أو ملوك وأمراء الدول العربية وبالأخص الخليجية يفهموا اللعبة دي ويفوقوا. يا ريت يفوقوا بقى من اللي هم فيه ده، ويبطلوا يولوا أمريكا عليهم. إن يا جماعة إحنا لو تولينا وتقاعسنا عن نصرة ديننا الإسلامي، ربنا هيستبدلنا، ربنا هيستبدلنا بقوم تانيين، بقوم آخرين. الله عز وجل، ده مش أنا اللي بقول كده، ده ربنا قال كده. بصوا على آخر آية في سورة محمد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها. وكان جنبه لما الصحابة سألوه، لما هو الآية الأول بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وإن تتولوا استبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. الناس اللي بيتولوا بيتقاعسوا على نصرة دين الله الإسلامي، ده اللي بيحصل دلوقتي. ما الحرب دي ضد مين؟ الحرب ديت أطرافها إيه؟ يهود ونصارى ضد مسلمين. ما تجيش بقى تقول لي شيعة ومش شيعة، هم مسلمين يا جماعة. إيران دي مسلمة وفارس. لو اللي ما يعرفش إيران، إيران هي فارس قديما. دي حضارة أكبر من حضارة أمريكا ديت، يعني بآلاف السنين. فالحرب حرب دينية، حرب عقيدة. المهم نرجع لموضوعنا، تفسير رسولنا صلى الله عليه وسلم لهذه الآية عندما سأله الصحابة: يا رسول الله، من هؤلاء القوم؟ مين القوم اللي ربنا هيستبدلنا بيهم دول؟
النبي فسرها، خلي بالكوا دي رواية رواية البخاري وجميع أهل السنة، تفسير البخاري وجميع أهل السنة والجماعة. وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، فربنا سبحانه وتعالى حط إيده على رأسه وقال هذا وقومه. تخيلوا يا جماعة اللي ربنا هيستدلنا بيهم لو احنا تقاعسنا عن نصرة ديننا الإسلامي. الفرس قوم فارس، الرسول صلى الله عليه وسلم حط ايده على دماغ سلمان الفارسي وقال للصحابة هذا وقومه. فعلا لو كان الإيمان بالثريا ناله رجال من فارس. طيب 26 يوم من حرب من مجزوفات من هنا ومن هنا، من فر وجر. إسرائيل يا جماعة بتطلعش من ملاجئ، إيران ما بتطلعش الإسرائيليين من الملاجئ من كتر الصواريخ اللي بتتدك عليهم هم وحزب الله. نتعلم ايه من 26 يوم ضرب دول يا جماعة؟ او 26 يوم دول بينوا أسوأ ما في الدول العربية من خزي وعار. اول درس نتعلمه او المفروض الدول العربية تتعلمه ان اسرائيل هي العدو الاكبر وليست ايران كما كانوا يغزوا عقولنا باعلامهم الفاسد. اسرائيل هي عدونا الأكبر يا جماعة، وهي اللي عاوزة تستوطن تبقى أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في المنطقة. لذلك أي دولة مسلمة بتشم نفسها زي إيران كده بيجروا اللي هم يوقعوها ويحاربوها ويبقوا عايزين يقضوا عليها. كل ده وإحنا مش فاهمين. تاني درس إن أمريكا مع ترامب يا جماعة ما هي إلا تابع ذليل للكيان الصهيوني. الراجل ده ممسوك عليه حاجات من نتنياهو ومن اللوب الصهيوني، وبيعملوا فيه وبيخلوه يعمل اللي هم عايزينه، ماشي معاهم زي القرقوز. أمريكا يا جماعة مبقتش دولة مؤسسات مع ترامب. أمريكا منهكة، أمريكا ليس لها أي نظام، ليس لها أي مؤسسات. الراجل بياخد قرارات عشوائية بدون رجوع لأي حد. الدنيا بايظة معاه وغرز ومش عارف يطلع. وإن شاء الله بعون الله هتكون دي نهاية الهيمنة الأمريكية العالمية، حرب إيران دي. فهنا لازم دول الخليج تفكر صح وتبص لأمريكا وتشوف أمريكا هي شايفاكوا إزاي. أمريكا يا جماعة شايفة دول الخليج دي لا هي ولا حليف ولا صديق، إن انتوا واخدينها حليفتكوا وصديقتكوا ديت. هي شايفاكوا ما انتوا إلا بضعة دولارات، وما انتوا إلا ما أنتم إلا شوية بترول بالنسبة لأمريكا، عشان تبقوا فاهمين يعني. والحروب اللي أمريكا بتعملها الحديثة دي مع ترامب هي الاستحواذ على ثروات الدول الأخرى. أتمنى أن تفوقوا. دي الدرس الثاني. الدرس الثالث إن القواعد العسكرية اللي انتوا بانيينها ودافعين فيها مليارات الدولارات على أرضكم للأسف موجودة عشان تحمي الكيان الصهيوني فقط وليست لحمايتكم. أظن دي معروفة واتشافت، وانتوا نفسكم طلعتوا وقلتوا. في ناس مفكرين وسياسيين وصحفيين من عندكم، ناس بتفكر صح طلعوا قالوا الكلام ده. قالوا لأمريكا بعتنا، أمريكا موجودة قواعد بتاعتها موجودة عشان تحمي إسرائيل فقط لا غير، ليس الدفاع عن الدول العربية اللي هي دافعة مليارات لأمريكا عشان تحميهم من السبعينات. دايما الدول العربية بالأخص الخليجية هي اللي بتوقف أمريكا اقتصاديا. كل ما أمريكا تقع الدول العربية الخليجية هي اللي بتوقف أمريكا، وهي اللي بتستثمر اقتصادها كله وفلوسها كلها في هذا الولايات المتحدة، أو في هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي لا ترى في المنطقة سوى إسرائيل فقط لا غير. الدرس الرابع، لازم نعترف إن إيران صمدت قدام هذا العدوان الغاشم. كون إيران لحد دلوقتي واقفة وصامدة فهي منتصرة بإذن الله. الدرس الخامس إن دول الخليج في حاجة إلى إعادة النظر زي ما قلنا في التفكير مع علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لازم تقعدوا كده وتعيدوا النظر وتتحدوا وتعيدوا النظر في نظرتكم للولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرفوا مين عدوكم ومين حبيبكم أو صديقكم. الدرس الأهم من الدروس الخمسة اللي فاتوا كلهم ألا وهي دولة مننا فينا للأسف الشديد. الدولة دي أثبتت شيطنتها أو شيطنة حكامها في كذا ملف. في ملفهم في ليبيا وانقسام ليبيا، ملفهم في السودان وتزويد ميليشيات حمية الدعم السريع وقتلهم في أهلنا في السودان وتقسيم السودان. ملف في كذا مكان يا جماعة. هذه الدولة خراب على الدول العربية، وهذه الدولة للأسف الشديد اللي احنا كلنا عارفينها هي الذراع السياسي والاقتصادي لليهود وإسرائيل في المنطقة. طبعا انتوا كلكم عارفين الدولة دي مين. فعلى العرب وعلى كل الدول العربية إعادة التفكير في علاقتها مع هذه الدولة، وأن حكام هذه الدولة، أنا بتكلم عن حكام الدولة مش على شعبها. شعبها إحنا ناكله كل الاحترام والتقدير. أنا بتكلم على حكام هذه الدولة، على الدول العربية أن تعيد النظر في علاقتها مع هؤلاء الحكام، لأن هؤلاء الحكام يحاربون دين الله الإسلامي، وهؤلاء الحكام هم ذراع إسرائيل في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط. وقد أثبتت التحليلات وملفاتهم في كل الدول العربية على هذا، على أن هؤلاء الحكام هم أذرع إسرائيل في المنطقة. حتى آخرهم النهاردة طلع السفير بتاعهم في الولايات المتحدة الأمريكية مش عاجبه إن مصر وتركيا وباكستان بيجروا اللي هم في التهدئة. مش عاوز تهدئة في الحرب، لأ، ده عاوز تصعيد، وعايز يبيد إيران من على وش الأرض، وعايز رد التهدئة مش عاجبه. قال لك لأ، إحنا إيران بتضربناش عشان إحنا حاطين قواعد عسكرية أمريكية على أرضنا، لأ، بتضربنا عشان إحنا دولة منفتحة، دولة بنلم جميع الأديان. هو شايف نفسه كده كويس. فدي يا جماعة دولة فعلا تحارب دين الإسلام في المنطقة. فلا بد من الدول العربية الإسلامية إعادة النظر في التعامل مع هذه الدولة ومع هؤلاء الحكام، لأن هؤلاء الحكام أثبتوا أنهم بوصلة صهيونية وإسرائيلية، وليست عربية وليست إسلامية. ويجب على الدول العربية والعالم الإسلامي كله أن يعيد النظر في التعامل مع حكام هذه الدولة. ليه؟ لأن الحقيقة دلوقتي هذه حرب بين الحق والباطل، والحرب دي زي ما قلت لكم كشفت وجوه دول كتيرة أوي في المنطقة. الدول دي للأسف دول عربية، وللأسف المفروض دول مسلمة. أنا هنا بتكلمش على طائفة ولا على طوائف ولا على المذاهب، أنا بتكلم على الدول إسلامية، كلنا مسلمون. وفي دول فعلا تولوا اليهود والنصارى، ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم إنهم منافقون. سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في النهاية يا جماعة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين يا رب العالمين. الله المستعان.